هي نصيحة: توقفوا عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتوها فيه. فمن آذاكم أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. هؤلاء صفحة تنزعونها ولا تقلبونها في كتاب حياتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده بقى هنطبخ باميه. احنا عملنا قبل كده بس عشان الناس الجديده. اول حاجه جبت اللحمه بتاعتي وحطيتها كده، شوحتها ونزلت عليها بميه مغليه وسبتها تتسلق. وهنا حمرت بصله وبدات اللي انا انزل عليها بمعلقه صلصه، وبعدين الطماطم بتاعتي وملح وفلفل اسود وبابريكا، وهسيبها تتسبك كويس. اللي حابب يحط اللحمه من الاول يحطها ويسويها في الصلصه، بس انا عشان عايزه لحمه مسلوق، عايزه شوربه، فعشان كده سلقت اللحمه. وطبعا طالما في باميه يبقى لازم يكون في بتنجان مخلل. غسلت البتنجان بتاعي كويس، جايباه رفنع كده وصغير وسبته يتسلق. وجبت هنا الكبه بتاعتي، حطيت فيها فلفل وثوم وملح وليمون وخل، وبدات هو بعد ما اتسلق افتحه كده واحط من الحشوه اللي انا عاملاها. اللي حابب يحط فيه كمون يحط، بس انا مش بحب طعم الكمون فيه، انا بحط بس ليمون وخل وملح والثوم بتاعي والفلفل الاخضر. هبتدي بقى احشي كل الكميه اللي عندي كده. وهنا كانت الطماطم اتسبكت، نزلت بالباميه بتاعتي، وهنا حطيت شويه ميه مع الخل مع الثوم، وبدات اللي انا اغطي البتنجان كده بيها وسبتها بقى في التلاجة. هنا بعد ما الباميه دخلت في السوا بدات اخد من الشوربه كده جنبها، وحطيت كبشه شوربه. واللحمه عندي هحط بقى هنا معلقه توم كده كبيره، لان الباميه اهم حاجه التوم. في ناس بتحط التوم من اول تشوحه، بس انا بحب احطه كده بعد ما الباميه بتخش في السوا، بحط معلقه توم كبيره. طبعا طالما في باميه يبقى لازم يكون في ملوخيه. النهارده هعمل ملوخيه ناشفه، حطيت كده سنه توم، واحط شويه كزبره ومكعب مرق، وابتدي ان انا اديهم تشويحه كده. ومجرد ما ريحتهم تطلع انا بقطع طماطميه صغيره. اللي مش حابب يحط طماطم دي حاجه ترجع له، بس انا بحب الطماطم في الملوخيه. وبعد ما احط هنا مكعب المرق، وبعد ما بديهم تشويحه كده بقطع نص طماطميه، وبعدين اروح نازله بقى بالشوربه اللي عندي واسيبها تغلي. وبعد ما تغلي بنحط بقى سواء الملوخيه الخضراء او الملوخيه الناشفه. انا النهارده عملت ملوخيه ناشفه. هحط كده الطماطم، هتشوفوها هي الطماطم اصلا بتدوب بس بتدي طعم حلو في الملوخيه يعني. هبتدي بقى كده ان انا اديها التقليبه كده واسيبها لحد لما تتهرى خالص، وبعدين اروح جايبه الكبشه بتاعتي وحاطه من الشوربه اللي عندي وبعد ما احط من الشوربه هبتدي ان انا اجيب بقى الملوخيه اللي عندي. حطيت على قد طبعا الشوربه انتوا بتحطوا الملوخيه. انا حطيت 4 معالق كده على شويه الشوربه اللي عندي. طلعت سمكها حلو، اللي بيحبها تقيله يتقل الملوخيه، اللي بيحبها خفيفه يحط شوربه. دلوقتي هجيب بقى الكبشه بتاعتي وانزل بالشوربه اللي عندي. لان الطماطم اهي دابت زي ما انتم شايفين. هخليها احط الشوربه وتغلي غلوه واحده، واروح نازله بالملوخيه اللي عندي. اهو كده خلاص خلصنا الملوخيه. اللحمه خلاص اتسلقت، الباميه خلاص دخلت في السوا. هبتدي بقى اجيب الطاجن بتاعنا. النهارده عامله الباميه طاجن في الفرن. اللي حابب يكمل سواها على البوتاجاز من فوق عادي، بس لما بتخش الفرن بتدي طعم حلو قوي، تسبيكه حلوه. وفي نفس الوقت هحط في قلبها اللحمه اللي انا سلقتها، هحطها مع الباميه بحيث ان هم يخشوا كده في بعض وتبقى طعمها حلو في الباميه بدل ما تبقى مسلوقه. اهو هنا عندي دي الملوخيه الناشفه. بصوا هبتدي بقى ان انا انزل كده واقلب على طول، وما سيبهاش برضو تغلي كتير عشان ما تسقطش زيها زي الملوخيه الخضراء. هنبتدي بقى في الوقت ده نشوف السمك بتاعها. كل ما احس ان هي خفيفه اروح حاطه لها شويه تاني. لو تقلت مني عادي احط شويه شوربه، يعني في ايديكم ان انتوا تتحكموا فيها. دلوقتي بقى هجيب الطاجن بتاعي الفخار وابتدي بقى احط فيه اللحمه الاول المسلوقه، وبعد كده اروح نازله عليها بالباميه اللي عندي، واحط قرن فلفل كده اخضر حلو، وابتدي ان انا ادخلها الفرن واسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها. هتشوفوا شكلها بعد ما بتخش الفرن بتبقى حلوه قوي. احلى باميه اللي بتخش الفرن احلى بكتير من اللي بتستوي في الحله. جربوها هتعجبكم. لو حد مش متعود يسويها في الفرن يجرب، هتعجبه كتير. هنا هطلع بقى اللحمه بتاعتي المسلوقه، وابتدي ان انا احطها من تحت كده عشان الباميه تنزل عليها وتاخد من طعمها بدل ما تبقى على الوش يعني. وبس هي دي كان وعملنا طبعا رز ابيض.
بس انا مصورتش الرز معاكم. عملنا الرز وعملنا البامية وعملنا الملوخية وشوربة ورز والبتنجان، وهو ده كان اكلنا النهاردة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك بتاع القناة. بصوا دلوقتي اهي البامية خلاص دخلت في السوا. هبتدي ان انا احطها كده على اللحمة، واخد بس كبشة شوربة واحدة عشان هي بصوا هنا دي متسبكة كويس، فعشان لما ادخلها الفرن ما تنشفش خالص. هبتدي بقى ان انا اخد معلقة شوربة كده عليها واحطها وادخلها الفرن عندي، واحط طبعا قرن فلفل كده اخضر على الوش، بيبقى بيدي طعم في البامية بتبقى شكل الطاجن حلو يعني. اهو كده هبتدي بقى ادخلها الفرن بعد بص ما حطيت كبشة الشوربة. هنا بقى هعمل التقلية بتاعة الملوخية. خلاص الملوخية عندي تمام استوت وبقت سمكها حلو. حطيت التوم كده في السمنة وحطيت له تشويحة، وبعدين نزلت بالكزبرة كده الناشفة هديها كده تشويحة وانزل على الملوخية بتاعتي. الحمد لله كان الاكل حلو قوي النهاردة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. بصوا هنا البامية بعد ما طلعت وهي لسه سخنة ما استنتش عليها. طبعا اللي عايز يسبكها اكتر من كده بس هي كده حلوة عشان طبعا بياكلوها بالرز. وبصوا الصلصة بتاعتها حلوة والطاجن مش قادرة اوصف لكم عجبهم ازاي. البامية كانت جميلة وفي نفس الوقت البامية ما اتهرتش بس هي زي الزبدة مستوية. اللي حابب ينشف اكتر من كده ينشفها، بس هما هنا عشان بيحبوها ياكلوها بالرز فلازم تكون فيها الصلصة دي. لو انتوا حابين يعني تخلوا الصلصة دي تتقل اكتر، خلوها في الفرن زيادة. بس احنا كده يعني هي بالنسبة لنا كده حلوة قوي. هنبتدي بقى كده نطلعها نغرفها، وهو ده كان الاكل بتاعنا. وزي ما قلت لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. وهو اللي بيساعد القناة ان هي تتشاف او تبان لكذا حد. فياريت ما تبخلوش باللايك. لو يعني اتفرجتوا في الفيديو اي مقطع ما تنسوش اللايك، لان اهم حاجة هي اللايك بتاع القناة. وهنا خلاص اهو ده شكل البامية بعد ما اتعملت. كانت ريحتها قلب الدنيا وطعمها الحمد لله. وده كان الاكل بتاعنا، وشكرا واستنوا الفيديو جاي. مع السلامة.